السلام عليكم متتبعين جبار شانيل. كما كتشوفوا هذا القصر ديال الضيافة ديال بوسكورة اللي كلشي الناس شاهدوه وشافوه انه تم الهدم ديالو، وبزاف ديال الاسئله الناس اللي كيقولوا راه تهدم كاملو، اللي كيقول لا، كاين اللي كيقول راه هو ما عندوش الرخص، كاين اللي كيقول لك لا راه عنده الرخص. هنا مشينا خدينا بعض الصور والفيديوهات باش نشوفوا حنا بحالنا بحال الناس واش هادشي بصح، واش بصح هدموه ولا لا. فعلا هما هدموا ولكن ماشي كاملو، واحد البارتي هانتوما اللي كتشوفوا هنا قدامكم راها بقات، وواحد البارتي اللي مشابهه ليها تقريبا تهدمات. كنظن بان هي اللي كانت متخصصه الاسطبلات ديال الخيول. حتى كاين اليوم عاوتاني في الصباح كيقولوا بانه كاين قرار اخر بانهم يكملوا الهدم ديال ديك البنايه الاخرى المتبقيه، ورغم ان راه كاينه الدعوه في المحكمه. صاحب المشروع دار دعوه في المحكمه، وكاين المحامي ديالو راه كانوا داروا مع الصحافه لقاءات تواصليه، كان عطاهم بعض التفاصيل. صراحه هاد البروجي الصراحه كيبان بروجي زوين، المشروع كان غيكون زوين، ولكن السلطات لها راي اخر. ما عرفتش انا السبب الرئيسي ديال هذا الشيء. كيقول ان كاين العلو في هاد الغير مطابقه للشواهد الاخضاع ديال البناء ورخص البناء، كان فيهم واحد العلو، هدفات واحد العلو. كيقولوا ان كما كنقولوا حنا البلان ديال البني ما مشاش كما خداه هو في الرخص. صاحب المشروع تيقول علاش خلاوني حتى بنيت عاد، زعما واش هادشي ما بانش لهم في الاول انه ملي خدا الرخص ما يمكنش زعما خدا الرخص كلشي تابنا عاد تقرب صافي انه يسالي ويدير الافتتاح وهذا كان كيدير كيكمل البناء ديالو، كان الاصلاحات ديالو. كيقول بانه غيشغل اكثر من 200 واحد، زعما فرصه ديال العمل ديال تشغيل اليد العامله. ولكن السلطات كيبقى لها راي اخر. شوف دابا هما كيفاش كيشوفوا داكشي وكيفاش الاجراءات ديالهم، يعني ما غيوصلوش ويهدموا ليه غير هكا الا ما كانش عندهم شي قرار باين وواضح، وعندهم شي حاجه اللي ما عرفش انا واش زعما فعلا هادوك الشواهد الاخضام ماشي مطابقين المعايير ديال البناء اللي دار هو. السؤال اللي كيطرح دابا، واش فعلا غادي يعاودوا يهدموا ليه هذا الشيء؟ راه هما دابا اللي كيقول هذا الشيء الاخر اللي بقى غيعاودوا يتهدم حتى هو، ولا غيكتفيو بهذه البنايه هي اللي ما مطابقاش للشروط ديال الرخص اللي عطاوه. بزاف الناس انا فاش مشيت شفت هنايا بزاف الناس صراحه كانوا كيتاسفوا لهذا الشيء، قالوا زعما نقدر نكون عطاوه شي ضعيره او يعطيو مثلا يخلص شي غرامه ولا شي حاجه، وما يكونش هاد الضياع في هاد الاموال زعما. وهذاك العمل ديال دوك العمال راه في الداخل ديالو كاين بعض الصور والفيديوهات انتم غتشوفوهم بانه كاين النقش على الجبس، كاين معلميه تما صناع ديال العود ديال الحرفيين، كاينه خدمه زعما مجهودات ديال التصاميم ديال مهندسين البناء، كان زعما شي حوايج زوينين فيه. ولكن السلطات كتجي عندها راي اخر، كتقول لك حتى واحد ما فوق القانون. فعلا الا كانوا فعلا السيد خالف هذاك الشيء، ولكن الا كان هذاك زعما ما كاين شي حاجه ورا في المحكمه، انا ما غاديش نقدر نقول اشنو بالضبط، ولكن في المحكمه هي اللي غادي تقرر. وخا سمعت ان اليوم في الصباح كاين قرار بتكميل الهدم ديال هذا القصر الضيافه اللي في بوسكوره. كنتمنى الناس اللي عندهم الفضول باش يشوفوا هذا الشيء يعجبكم الفيديو و... والله يعوض هذا السيد هذا صاحب هذا المشروع هذا وشناه كيفاش كان كيهضر صراحه انه عطاه الله الصبر. كان كيهضر بواحد زعما ما نفعلش زعما كان الناس كينتظروا يشوفوه في شي حاله هستيريه وداكشي. الحمد لله انه بقى بصحته واقف ونتمنى انه السلطات تكون ماشي تسرعات، بل خدات واحد القرار اللي صائب زعما على واحد المسطره واحد القوانين، ماشي زعما جا الهدم غير عشوائيا، تكون عندها زعما. وانا كنظن السلطات مابغاش توصل ودير واحد الحاجه غير عشوائيه.
هذا مكان مشاهدين قناة جبارير، كنتمنى اللي اول مره يشوف القناه يدير ابوني باش يبقى يوصلوا اي جديد، والناس اللي مشتركين في القناه، الى عجبكم الفيديو ديروا لايك. الى فيديو قادم ان شاء الله.